عايزين نعرف ايه هي الزايدة. التهاب الزايدة بيبقى عبارة عن ميكروب وصل للزايدة. الميكروب غالبا بيوصل عن طريق الأكل ونادرا عن طريق الدم. في قاعدة كده معروفة إن مع وجود اشتباه التهاب في الزايدة فالمسكنات ممنوعة. حلو بقى، هناخد من الحتة دي ايه هي الأعراض اللي هتيجي للمريض فيبدأ يشتبه ان دي زايدة. التهاب الزايدة يعني في أمراض تانية أو في مشاكل تانية ممكن تعمل وجع شبه وجع الزايدة، ودي بتبقى وظيفة الدكتور مش وظيفة المريض. ده سؤال كويس برضو، لأن يعني من المتعارف عليه عند الناس إن مثلا الأطفال ما بيجيلهاش زايدة. دي معلومة مش صح. الأطفال ممكن يجي لهم زايدة، بس يعني احتمالية حدوثها في الأطفال قليلة شوية. طيب هل السيدات أكتر عرضة للزايدة أكتر من الرجال ولا مفيش فرق في الكلام ده؟ طب دكتور أحمد، المنظار بقى هل آمن للأطفال ولا في كلام؟ لا، المنظار آمن للأطفال برضو. هي الناس بتبقى متخوفة من أي حاجة جديدة. طيب في ناس بقى بتقول إن الزايدة ممكن ترجع تاني، هل ده هبد ولا بجد؟ حضرتك بقى بعد العملية إيه أهم التعليمات اللي حضرتك بتقولها للمريض، سواء بقى في الأكل في الحركة، أهم التعليمات بعد العملية؟ احنا بنقول للمريض لو حسيت بوجع غريب في بطنك مستمر لأكتر من 12 ساعة، مش معروف له سبب، في سخونة، في ميل للقيء، في تقل في رجلك اليمين، كل العلامات دي تقول لك ان في مشكلة ما تحاولش تتعب نفسك وتشخص المشكلة. تمام. روح للدكتور، ومش لازم دكتور جراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست طريق العافية. وزي ما عودناكم في عيادات روح الحياة إننا بنوفر لكم أطباء، مش أي أطباء، أكفأ الأطباء على مدار الأسبوع في عيادات روح الحياة، عشان اللي يتعب في أي وقت نطمنكم. طريق العافية مش بس في العلاج والكشف، وإنما في الوعي. فإحنا النهاردة في برنامج طريق العافية معانا برضو أمهر الأطباء وأكفأ الأطباء، وحلقتنا النهاردة حلقة استثنائية مع جراح استثنائي، وحلقة وموضوع استثنائي ومهم جدا، حلقة الزايدة الدودية. وقبل ما نتكلم عن الحلقة بتاعتنا النهاردة طبعا لازم نتكلم عن ضيفنا الكبير اللي شرفنا النهاردة في برنامجكم طريق العافية، واللي مشرفنا دايما بوجوده في عيادات روح الحياة. واحد من أمهر الأطباء وأمهر الجراحين في محافظة بني سويف، أستاذ المساعد بكلية طب جامعة بني سويف، أستاذ المساعد في الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة المفرطة. معانا النهاردة الأستاذ الدكتور أحمد صفاء. شرفتنا دكتور أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا شيخ مدحت، أخ فاضل وعشرة طويلة، وما نقدرش نتأخر عنك ولا عن روح الحياة. ده المكان المحبب المقرب لقلوبنا كلنا، عشرة أكتر من 15 سنة. أيوة الحمد لله، فما نقدرش نتأخر عنه ولا عن العيانين بتوعه. ربنا يبارك في حضرتك. أهلا بيك وشكرا على المقدمة الجميلة. الله يحفظك دكتور أحمد، ودايما مشرفنا ومنورنا والله في عيادة ربنا يخليك. طب دكتور أحمد، هنخش بقى في الموضوع على طول، وعايزين نعرف إيه هي الزايدة. ده سؤال كويس. المريض بيجي يقول لك أنا جات لي الزايدة، وفي الحقيقة دي كلمة مش مظبوطة. هي ما جالوش الزايدة. الزايدة دي عضو أو جزء من الجهاز الهضمي اللي ربنا خلقه عندنا كلنا. أنا عندي زايدة وأنت عندك زايدة، كلنا عندنا الزايدة. ده جزء من الجهاز الهضمي بتاعنا، ربنا خلقه وليه وظيفة، وإلا ما كانش ربنا خلقه. ربنا مش زايدة خلقه يعني جزء من الجهاز الهضمي. زايدة على الجسم كده. لا، جزء من الجهاز الهضمي ربنا خلقه عندنا كلنا. تمام. بس هو الصح إن المريض مش جاله الزايدة، جاله التهاب حاد في الزايدة. وده اللي بقى بيستوجب بعد كده علاج او تدخل جراحي حسب درجة الالتهاب. فهو مش جاله الزايدة، جاله التهاب حاد في الزايدة. تمام. ايه بقى سبب الالتهاب الحاد في الزايدة؟ التهاب بالزايدة بيبقى عبارة عن ميكروب وصل للزايدة. الميكروب غالبا بيوصل عن طريق الأكل ونادرا عن طريق الدم. ميكروب وصل للزايدة، والزايدة دي بيبقى من اسمها كده زايدة دودية. ده عبارة عن عضو كده موجود في الجهاز الهضمي، رفيع جدا، فبيلتهب والالتهاب بيزيد بسرعة فيه، ولو اتأخرنا في التدخل ممكن يحصل منه مشاكل. طيب هناخد بقى من الحتة دي ان اكيد حضرتك شفت بقى القصة دي كتير، قصة ان حد عنده تعب راح الصيدلية خد مسكن
والتعب بدأ يقل معاه. المهم بدأ يزيد عليه التعب تاني، ودخل عمليات في الطوارئ بسرعة، واكتشف الدكتور بعد العملية بيقول له انت خلاص الزايدة كانت على وشك الانفجار. القصة دي بتتكرر كتير، بنشوفها كل يوم مرة واثنين وثلاثة واربعة. ويعني في قاعدة كده معروفة ان مع وجود اشتباه التهاب في الزايدة فالمسكنات ممنوعة. لان اللي بيجيب المريض يكشف ايه؟ الوجع. تمام. فالوجع ده جرس انذار، نعمة من ربنا بتقول له ان في مشكلة، روح اكشف. فدلوقتي لو انت خدت مسكن الوجع بيخف، بس هل المشكلة اتحلت؟ المشكلة ما اتحلتش، لكن الوجع هو اللي سكت، وبالتالي المشكلة ممكن تكبر والمريض مش حاسس بحاجة. فالمسكنات دي من اخطر الحاجات في اشتباه التهاب الزايدة. المريض بيبقى عنده التهاب زايدة، في وجع، بدل ما يروح للدكتور راح الصيدلية خد حقنة مسكن، الوجع راح، افتكر ان الموضوع اتحل، روح الالتهاب عمال يزيد وهو مش حاسس بحاجة، لدرجة ان ممكن يحصل خراج او يحصل انفجار في الزايدة والموضوع يكبر، ما يبقاش مجرد التهاب وعملية بسيطة، لا الموضوع يبقى التهاب بريتوني، خراج على الزايدة، الموضوع يكبر عن كده. فالمسكنات ممنوعة منعا باتا أول ما نشتبه في الزايدة. حلو بقى، هناخد من الحتة دي ايه هي الأعراض اللي هتيجي للمريض فيبدأ يشتبه ان دي زايدة. هو ده سؤال حلو، بس هي الناس مرتبط في أذهانهم إن التهاب الزايدة ليه صورة واحدة. جنب اليمين بيوجعني، بصوت بيه وبرجع، رحت المستشفى قالوا لي زايدة، عملت العملية، خرجت تاني يوم. هي دي صورة حقيقية صح المريض الزايدة، بس مش دي الصورة الدايمة لكل العيانين. أعراض الزايدة بتتفاوت من شخص للتاني حسب عمره، درجة احتماله للوجع، أخد مسكن فعلا زي ما قلنا من شوية ولا ما خدش. فالقصة دي بتخلينا نقول إن أعراض الزايدة بتبقى عبارة عن وجع في البطن، وبدقة أكتر يعني الوجع بيبدأ حوالين منطقة السرة، بيبقى في الأول مبهم، العيان حاسس إن بطنه مش مرتاحة أو في وجع حوالين السرة، وبعدين الوجع بيبدأ يستقر في الجانب السفلي الأيمن من منطقة البطن، فيبدأ يبقى إيه المريض يحس أكتر إن في مشكلة في الجزء ده. طبعا ما بيبقاش وجع بس، بيبقى مصحوب بارتفاع متفاوت في درجات الحرارة، غثيان، ميل للقيء أو قيء فعلا. فالمريض لما يحس بالأعراض دي أو أعراض مشابهة لازم يروح للدكتور علشان الدكتور يقدر يشخص دي زايدة فعلا ولا حاجة تانية عاملة أعراض مشابهة لالتهاب الزايدة. تمام. طيب وهل بقى أعراض التهاب الزايدة يعني هل في تشابه بينه وبين أعراض المغص الكلوي مثلا، تشابه بينه وبين أعراض القولون؟ ده حقيقي، الالتهاب الزايدة يعني في أمراض تانية أو في مشاكل تانية ممكن تعمل وجع شبه وجع الزايدة، ودي بتبقى وظيفة الدكتور مش وظيفة المريض. تمام. يعني مثلا لو التهابات أو حصوات في الحالب أو في مجرى البول، دي من أشهر الحاجات اللي ممكن تعمل وجع مشابه لوجع الزايدة. ممكن مشاكل تكيسات على المبايض، مشاكل تبويض عند بعض السيدات تعمل وجع مشابه لوجع الزايدة، ودي بتبقى وظيفة الطبيب ان هو اللي بيكشف ويحدد ده التهاب في الزايدة ولا حاجة تانية. بيكشف الأول وبعد كده بيطلب الفحوصات علشان يتأكد من التشخيص بتاعه. تمام. طيب احنا دلوقتي مثلا مريض هو جاله وجع في بطنه، يعني هو في الاخر الوجع بيبقى في البطن. تمام. فهو اول حاجه اكيد هتيجي في ذهنه او تتبادر في ذهننا كلنا بقى، يعني كحد بقى بعيد عن مجال الطب والكلام ده، ان انا اروح اكشف بطنه. تمام. هل الصح ايه في الوقت ده، يعني الوجع البطن عامه؟ والله هو المريض فعلا في نص العيانين ما بيروحوش للجراحين على طول، بيروحوا لدكاترة البطن، ودكاترة البطن زمايلنا واخواتنا واحسن مننا كمان في مجال التشخيص، بيكشف وعنده القدرة ان هو يشخص الزايدة او ان ده اشتباه التهاب في الزايدة، واول ما بيشك بيطلب الفحوصات وبيحوله لأقرب دكتور جراحة. فدكتور البطن عارف الكلام ده كويس وعارفه ودرسه احسن مننا كمان، وبيقدر يحول لنا العيان وبيبقى متشخص فعلا ان هو التهاب في الزايده وجاي من عند دكتور البطنه. تمام. يعني هو مفيش فرق بقى، هو سواء بقى كشف بطن عشان يطمن لو الموضوع بطنه او مش بطنه. يعني مثلا زي ما قلنا ان هو دلوقتي الموضوع ممكن يكون اعراض قولون وممكن تكون اعراض زايده. صح. فهو ممكن يبدا بالبطنه فاستبعد القولون وراح واصلا الالتهاب الزايده تشخيصه مش مطلوب جراح. ده من بدايات الطب، يعني الطبيب اللي لسه في بدايه حياته اللي قاعد في الاستقبال ده المفروض ان هو بيشخص الزايده. فيعني المفروض الجراح ده بيبقى جاي علشان التدخل. تمام يكون خلاص هيتدخل ويعمل عمليه. تمام. لكن لو المريض راح لدكتور بطنه
راح لدكتور في الاستقبال، المفروض ان هو بيشك ان ده التهاب في الزايده، ده بيبقى اسمه اشتباه التهاب في الزايده، وبيطلب الفحوصات بتاعته علشان يتاكد من التشخيص وبعدين يحولها لدكتور الجراحه. تمام. طيب هل بقى الاطفال وكبار السن والحوامل، هل بيجي لهم نفس الاعراض دي بالظبط ولا ليهم اعراض مختلفه؟ ده سؤال كويس برضو، لان يعني من المتعارف عليه عند الناس ان مثلا الاطفال ما بيجيلهاش زايده. دي مم. معلومه مش صح. الاطفال ممكن يجي لهم زايده، بس يعني احتماليه حدوثها في الاطفال قليله شويه، لكن تمام. بيجي لهم زايده عادي. مم. كبار السن برضو من المتعارف عليه ان ما بيجي لهمش زايده، لا دي معلومه مش صح. مم. بيجي لهم زايده برضو، بس هي اقل حدوثا، فبتحتاج فحوصات ادق شويه، ممكن نطلب اشعه مقطعيه مم. علشان نتاكد ان الزايده في السن الكبير ده ملتهبه. تمام. السيدات الحوامل مم. برضو متعرف عليه ان لا اي وجع في الجنب اليمين لا ده من الحمل، لا ملوش علاقه بالزايده، لا. السيده الحامل ممكن بسهوله جدا يجي لها التهاب في الزايده عادي، مم. وممكن يتعمل لها عمليه زايده عادي برضو، ما دي بتبقى حاجه طارئه. مم. السن بقى الاكثر شيوعا يعني اللي هو يعني الناس عارفاه وهو فعلا حقيقي، ما بين 20 ل 35 سنه، ده السن الاكثر شيوعا لالتهابات الزايده. تمام. طيب هل السيدات اكتر عرضة للزايدة اكتر من الرجال ولا مفيش فرق في الكلام ده؟ هي مش بتفرق قوي، بس هي الالتهاب الزايده بيبقى يعني درجته اعلى شويه في الراجل، لان مم. الراجل درجه احتماله بتبقى اعلى شويه، مم. فلما بيشتكي بيكون الالتهاب بقى اسوأ شويه. زايد. لكن السيدات عموما شكوتهم بتبقى بدري، مم. فبتبقى درجه الالتهاب اقل، الموضوع في بدايته اكتر. تمام. طيب دكتور احمد، جالك مريض هو عنده وجع وعنده الاعراض كلها بتاعه الزايده، هل حضرتك بعد ما بتسمع الاعراض اللي حضرتك قلتها لنا دلوقتي خلاص على طول بتقول ان ده زايده، ولا في حاجه تانية بتفرق مع حضرتك في تشخيص الحاله؟ هو تشخيص الزايده خلينا نتفق ان هو رقم 1 و2 و3 و4 بالفحص الإكلينيكي، يعني تمام. المفروض ان الكشف بيبقى كافي ان انا اشخص بيه الزايده، وبعدين في فحوصات لازم بطلبها، والفحوصات دي مش علشان اشخص الزايده، ده علشان استبعد وجود مشاكل اخرى ممكن تعمل وجع مشابه لوجع الزايده، زي ما قلنا من شويه حصوات في مجرى البول، حصوات في الحالب، مشاكل في السيدات، مشاكل تبويض، تكيسات على المبايض، مم. حمل خارج الرحم، حاجات تانية مم. ممكن نكون محتاجينها علشان نستبعدها. تمام. لكن الزايده بتحتاج فحص كلينيكي دقيق، وده بيبقى كافي لتشخيصها. الفحص الاكلينيكي اللي هو اللي هو الطبيب الجراح بقى وايده لما يحط ايده على بيحط ايده على المريض الاماكن اللي ويبدا هي. يشك ان دي زايده. تمام. بيحتاج سونار. بيحتاج دي بقى ده الفحوصات اللي بنعمل اه. سونار على البطن والحوض، تمام. علشان برضو نتاكد ان مفيش مشكله كبيره، مم. ونستبعد وجود مشاكل تانية زي ما قلنا. تمام. بنعمل تحليل صورة دم، مم. وفي فحوصات تانية ممكن نحتاجها بقى حسب كل حالة، يعني حسب سنها وحسب حالتها العامة. في فحوصات تانية، بس الفحوصات المشهورة جدا الثابتة صورة الدم الكاملة والسونار اللي على البطن والحوض. طيب بس يعني حضرتك كده وانت بتقول لنا ان الاهم حاجه الفحص الاكلينيكي، ان بنقول بقى ان هو ممكن ما يظهرش حاجه في السونار ولا يظهر حاجه في التحاليل؟ ممكن بالفحص نشخص المريض ده زايدة، مم. والسونار لسه ما بينش ان في مشكلة، مم. وتحليل صورة الدم يعتبر لسه طبيعي. مم. تمام. وممكن المريض يحتاج بالكشف كده شخصنا زايده ونحتاج نعملها له، ما نستناش لما تحصل مشكله. ما قصدي لو هستنى لما السونار يبينها وعدد كرات الدم البيضاء يعلى في تحليل صوره الدم، ده معناه ان الالتهاب هيكون زاد، مم. فالموضوع هيكون اكتر واخطر. تمام. طب دكتور احمد، هل حصل مع حضرتك حاله كانت اعراضها بسيطه وفعلا حولتها عمليه ولما دخلت لقيت الموضوع كبير؟ ده حصلت اكتر من مره. قصدي هي القصه بترجع للمريض ده بياخد مسكنات مثلا، فبيجي يشتكي من وجع بسيط، ولما بدخل بلاقي المشكله كبيره. فعلشان كده حتى التاريخ المرضي اللي انا باخده من المريض قبل العمليه ده مهم جدا. بياخد مسكنات بطريقه معينه، بياخد حاجه بتاثر على درجه احساسه بالوجع، دي مهمه. المريض ممكن يبقى جاي بيشتكي بوجع بسيط جدا وندخل نلاقي المشكله كبيره. في ناس بتتحمل اصلا. في ناس بتتحمل طبعا. بس الوجع احيانا بيبقى شديد، يعني حتى لو تحمله في الاول بعد كده الموضوع يبقى شديد، الموضوع صعب. تمام. طيب امتى حضرتك بتقرر ان انت لازم تخش عمليه دلوقتي؟
هو الموضوع بسيط، ودي بتبقى عملية طوارئ يعني، فمش محتاجة تفكير كتير. بالكشف المبدئي كده، ده التهاب في الزايدة، عملنا السونار بتاعنا، عملنا الفحوصات بتاعتنا، لا دي زايدة، خلاص بنقعد نتكلم مع المريض ومع أهله إن ده التهاب في الزايدة، وإن دي حالة طوارئ وتستلزم التدخل السريع تجنبا للمشاكل والمضاعفات اللي ممكن تحصل. تمام. طيب احنا طبعا زي ما يعني احنا مع حضرتك من سنين، وحضرتك معانا في عيادات روح الحياة، يعني شفت عشرة طويلة، آلاف ده الحالات. 15 سنة أو أكتر، عد ايوه، بقى عد ما بقى شاء الله اللهم عد. بارك يعني. ففي آلاف الحالات ما شاء الله، فانا شفت مع حضرتك مواقف كتير يعني. فكنت بشوف ان حضرتك مثلا ممكن تقول الحالة هنعلق محاليل وهنصبر. ده حقيقي فعلا، لما بتكون الأعراض بسيطة جدا جدا جدا، امم. والمريض حالته كويسة، ما فيش حرارة، ضربات قلبه مش سريعة، الوجع بسيط جدا، فحوصاته كلها كويسة، ممكن نلجأ لحاجة اسمها علاج تحفظي. امم. علاج تحفظي ده عبارة عن أدوية مضادة للتقلصات وأدوية مضاد حيوي، ونشوف لو الوجع ارتاح والشكوى اختفت، خلاص ممكن يكون التهاب بسيط جدا جدا جدا، او يكون التهاب بسيط في القولون مدي اعراض مشابهه لاعراض التهاب الزايده، ونتجنب كلنا عمليه، لا احنا تعبنا ولا المريض تعب. تمام. لكن لو العلاج التحفظي ده ما جابش نتيجه، لا يبقى خلاص، يبقى احنا بعد ولازم كده. المريض في المرحله دي يبقى تحت عينينا، تمام. مش روح، لا ده علاج تحفظي لمده كام ساعه، امم. ارتحنا ماشي، ما ارتحناش لا عمليه. تمام. طيب دكتور احمد، الفترة الأخيرة دي بقى بدأ يبقى الناس تسمع إن في عمليات مش زي العمليات بتاعت زمان، العمليات الجراحية، إنما بقى في حاجة اسمها عملية بالمنظار. إيه هي عملية المنظار دي؟ وإيه الفرق بينها وبين العملية اللي هي الجراحية العادية؟ بص خلينا نتفق ان احنا خلاص شفنا المريض، تمام. شخصناه ان هو عنده التهاب شديد في الزايده تمام. ومحتاج عمليه، تمام. يبقى القرار بتاعه هو ان هو محتاج عمليه استئصال للزايده الدوديه. تمام. طريقه العمليه بقى هي دي اللي فيها كلام، امم. الطريقه القديمه التقليديه، وهي مش قديمه، هي لحد دلوقتي بنعملها كلنا، بس ان هي شغال. استئصال للزايده بالطريقه الجراحيه التقليديه. تمام. جرح في منطقه الزايده بنفتحه وبنشيل الزايده. مع التقدم بقى اللي احنا فيه دلوقتي، المنظار دخل في كل حاجه، امم. المنظار الجراحي، فبقى بسهوله جدا نقدر نعمل استئصال للزايده عن طريق المنظار. فبرضو عن طريق 3 فتحات اقل من عقله الصباع في البطن نقدر نعمل الزايده. امم. طيب ايه افضليه المنظار عن الجراحه؟ المنظار بيديني فرصه ان انا اعمل استكشاف للبطن من نفس الفتحات، امم. يعني بالبلدي كده اقدر ابص على بطنك كلها، لو في مشكله مش باينه في السونار، لو في مشكله قديمه، لو في التصاقات معينه مكان عمليه تانية قديمه اقدر افكها، يعني ممكن اشخص مشكله مش باينه في الفحوصات واعالجها بالمنظار، تتعالج في نفس الوقت في نفس العمليه. هل حصل مع حضرتك حاجة زي كده؟ يعني حضرتك مثلا دخلت بالمنظار فلقيت حاجة تانية غير الحاجة عادي، ياما بنشوف مثلا حالات عندها التهاب في الزايدة وندخل نلاقي كيس كبير على المبيض مثلا، الكيس دموي، في تجمع دموي او في نزيف او في التواء، او عندها زايدة على الناحية اليمين وفي التهاب في كيس مبيض على الناحية الشمال، وبنقدر نحل المشكلة بالمنظار بدون اي فتحة زيادة للمريض، مم. بدون ما تبقى عملية كبيرة بقى وجرح كبير، لا بتبقى بيجنب المريض جرح كبير وغرز كتير ووجع اكتر، لا من نفس فتحات المنظار نقدر نشخص مشكلة مش باينة ونعالجها كمان. يعني فالمنظار فرصة لا نعمة فرصة كبيرة كبيرة أو وأفضلية كبيرة فرصة. عن الجراحة طبعا. هو كده كده داخل العملية، ففرصة بقى بالمرة يطمن. بالظبط، فبالمرة إن أنا بعمل استكشاف للبطن، ولو في مشكلة أقدر أشخصها وأعالجها في نفس الوقت. بصراحة يعني حلقة مهمة جدا جدا بصراحة، يعني ما تفوتكوش المعلومات القيمة اللي احنا بناخدها من دكتور أحمد ربنا النهاردة. يخليك، ربنا يعني إن يخليك شاء يا الله شريف. تبقى حلقة مرجعية يعني يعني احنا نقول يا جيدة رب كده جدا. تفيد الناس إن شاء وتقدر الله يعني. توعيهم إن والناس شاء تغير الله. مفاهيمها عن الزايدة، إن شاء ده الله. أهم حاجة يعني. إن شاء الله. طب دكتور أحمد، المنظار بقى هل آمن للأطفال ولا في كلام؟ لا المنظار آمن للأطفال برضو، هي الناس بتبقى متخوفة من أي حاجة جديدة، اه. يعني الناس كانت يعني الطيارة أول ما طلعت الناس كانت بتخاف تركب الطيارة، تمام. فالناس بتبقى متخوفة من أي حاجة جديدة، لكن المنظار آمن تماما، عبارة عن آلات بتتعقم زيها زي آلات الجراحة العادية، تمام. وبيبقى آمن للأطفال، ده في عمليات بتتعمل للأطفال اللي ما كملتش سنة، عمليات بنعملها بطريقة معينة بالمنظار للأطفال الصغيرين، فهو آمن تماما للأطفال، مش في الزايدة بس، في عمليات تانية كتير. مم. طيب كبار السن؟ برضه نفس الكلام، ده بالعكس، ده كبار السن ده بيبقى احنا مش عايزين نعمل له جرح كبير وغرز، لان احنا عارفين ان التئام الجروح عنده بيبقى صعب شوية، لو بيعاني من امراض تانية زي سكر او بياخد ادوية بتأثر على الالتئام، فده بيبقى يعني في احتياج اكتر للمنظار، فبيبقى بالعكس طالما حالته العامة تسمح باستخدام المنظار، فبالعكس ده فرصة كويسة جدا ليه. تمام.
طب دكتور احمد، امتى بيجي لك مريض بتقول لا انت لازم تجري دلوقتي تسبقني عشان لازم نخش العمليه حالا؟ والله هي الفحوصات، يعني انا كشفت على المريض شخصته التهاب في الزايده، الفحوصات بقى هي اللي بتحركنا. يعني مم. ممكن السونار يطلع تجمع التهاب صديد في البطن كتير، عدد كرات الدم البيضاء عالي جدا، ده معناه ان في مشكله او ان المشكله كبرت، فده معناه ان الموضوع ما يستناش. وطبعا الكشف بيحكم، يعني لما بنحط ايدينا على بطن المريض لا الكشف بيفرق، بيدينا مم. فكره يعني. دكتور احمد، دلوقتي احنا الحمد لله عرفنا يعني ايه التهاب الزايده، وايه الاعراض اللي بتيجي بيها، وازاي تتشخص، وامتى الدكتور بياخد قرار العمليه، والفرق بين عمليه المنظار والعمليه الجراحه العاديه. المريض دلوقتي بقى خلاص عمل عمليه الزايده، شال الزايده. هل بيرجع بقى لحياته الطبيعيه بعد قد ايه من العمليه؟ والله هو السؤال ده بيرجع لطريقة العملية، عملناها جراحة ولا عملناها منظار. في تمام. المنظار بيبقى التعافي أسرع، مم. الوجع أقل، الغرز أقل، لأن بتبقى فتحات لا تتجاوز السنتي. فبيقدر إن هو يتعافى أسرع ويرجع لشغله أسرع. تمام. في الجراحة الموضوع بيطول شوية، بس ممكن يعني نقول للمريض في خلال ما بين أسبوع ل10 أيام يقدر يرجع لشغله ويمارس حياته الطبيعية. طب هل في مريض حضرتك بتقول له ما ينفعش معاك منظار؟ في ممكن في مواقف معينة، زي إن حالته العامة لا تسمح باستخدام المنظار. حالة قلبه، حالة الحالة العامة ليه ما تسمحش بإن أنا أتدخل بالمنظار. أو تمام. إن يكون في عمليات سابقة عملها في بطنه، العمليات دي تخلينا نستخدم المنظار بصعوبة، فخلاص ما بيبقى البديل الجراحة. تمام. طيب في ناس بقى بتقول ان ازاي ده ممكن ترجع تاني، هل ده هبد ولا بجد؟ لا هو ده هبد. يعني ازاي ده عضو تم اه. استئصاله، فلا تمام. يمكن يرجع تاني. تمام. بس في عمليات، يعني في مواقف معينة تكون مثلا الزايدة انفجرت وعملت خراج، وساعتها بيبقى التدخل الجراحي الأمثل هو تنظيف الخراج. امم. يعني المريض بيدخل يفتح يعمل عملية، والجراح بيفتح بطنه وبيعمل تنظيف للخراج، وممكن ما يستأصلش الزايدة في وقتها، تمام. وبيقول للمريض ان انا هشوفك بعد 3 شهور. تمام. المريض لما بيخف وتبقى الدنيا تمام بينسى القصة دي. امم. وبعد ما يعدي 6 شهور 9 شهور سنة، المريض تعب تاني، راح مستشفى تانية عند دكتور تاني فعمل له عملية وقال له ان انا لقيت الزايدة وشلتها، فقال لك ده الزايدة رجعت لي. لا، هو في العملية الأولى ما هو ما شالش ازاي شالهاش، ده اصلا؟ وده إجراء مش خاطئ من الطبيب الأول، اه. ان هو كان في خراج فالخراج نظفه وساب الزايدة العملية تانية. تمام. طيب حضرتك بقى بعد العملية، ايه اهم التعليمات اللي حضرتك بتقولها للمريض، سواء بقى في الاكل، في الحركة، اهم التعليمات بعد العملية؟ والله هو يعني عملية زيها زي أي عملية جراحية. أولا تمام. المريض بيطلع من العمليات ما بياكلش ويشرب مباشرة، يعني بياخد محاليل الأول لغاية ما نطمن إن بطنه اشتغلت، وإن العلامات الحيوية بتاعته مستقرة، صوت الأمعاء مسموع على بطنه. نبدأ نسمح له الأول بسوائل، الأمور ماشية كويس يبدأ ياكل، الأمور ماشية كويس واطمنا عليه بيخرج من المستشفى. بنتابعه في البيت، بيجي لنا العيادات الخارجية بتاعتنا، نطمن عليه وعلى الجرح لحد ما نلاقي ان في التئام كامل للجرح، نشيل الغرز بتاعته وخلاص، والقصه تبقى انتهت ان شاء الله. تمام. طيب هل في حد عمل عملية وبيحصل معاه مضاعفات بعد العملية؟ والله المضاعفات يعني في حاجه مضاعفات وارد ان هي تحصل، امم. ودي ترجعنا لدرجه الالتهاب. في التهابات شديده في الزايده ممكن تعمل مضاعفات خطيره. حتى بعد ما اه بعد ما شيلنا ازاي ده؟ يعني ممكن واحد اتاخر جدا في اللجوء للطبيب، ترتب عليه ان حصل مثلا غرغرينه في الزايده، امم. والغرغرينة وصلت للقولون أو مكان اتصال الزايدة بالقولون، امم. وترتب عليه إن هو عمل استئصال لجزء من القولون. يا. ونبدأ ندور بقى المريض ده سنه قد إيه، والجراحة دي أثرت عليه ولا ما أثرتش، وحصل التئام كامل للقولون ولا لأ. فالقصة تحولت من جراحة بسيطة لجراحة معقدة. وده اللي امم. بيخلينا نقول للمريض لما تحس بأعراض مشابهة أو أنت شكيت إن عندك مشكلة ناحية الزايدة، ما تحاولش أنت تشخص نفسك. لازم تروح انت للدكتور تلجأ على طول. علشان تلحق الموضوع بدري علشان المشاكل ما تكبرش يعني. طيب المضاعفات دي بقى هل نعرف نكتشفها بدري عشان يلحقها، ولا ممكن مش شرط نعرف نكتشفها هو اصلا؟ عادة في بعض التعليمات اللي بنديها للمريض وهو مروح،
تمام. انك لو حسيت بحاجه مش طبيعيه لازم ترجع للدكتور تاني، يرجع لينا لو احنا اللي عاملين له العمليه. المشاكل دي ممكن تبقى سخونه غير متوقعه، مم. درجه حرارته بدات تعلى، نبضات قلبه سريعه، مغص شديد بيزيد ما بيروحش بالمسكنات، يبقى كده وارد ان يكون في مشكله. تمام. فساعتها بيرجع للدكتور، والدكتور هو اللي بيقدر يشخص هل في تمام. مشكله فعلا، يطلب فحوصات يطمن اكتر، يطلب سونار تاني يطمن، يطلب صوره دم، يقدر يشخص في مشكله ولا مفيش. تمام. طيب دكتور احمد، ان شاء الله ان شاء الله يعني المعلومات القيمه في الحلقه دي تبقى يعني ان شاء الله يعني مرجعيه لاي حد بيحس بتعب في جنبه اليمين. وقبل بقى ما نختم الحلقه، عايزين شويه نصائح بقى اللي احنا هنسميها النصائح الذهبيه في حلقه النهارده. عايزين 3 حاجات لو المريض حس بيهم يجري بسرعه على دكتور الجراحه او دكتور البطنه، لو ينفع يروح دكتور البطنه الاول. هو الموضوع بسيط، مش معقد خالص يعني. احنا بنقول للمريض لو حسيت بوجع غريب في بطنك مستمر لأكتر من 12 ساعة، مش معروف له سبب، في سخونة، في ميل للقيء، في تقل في رجلك اليمين، كل العلامات دي تقول لك ان في مشكلة ما تحاولش تتعب نفسك وتشخص المشكلة. تمام. روح للدكتور، ومش لازم دكتور جراحة، تمام. علشان العيانين احيانا بيقلقوا من دكاترة الجراحة، يقول لك لا انا مش هروح اعمل عملية. اه. روح لدكتور بطنة، اقرب استقبال جنبك، والدكتور الموجود في الطوارئ يكشف عليك، ولو هو شك في الزايدة بيطلب الفحوصات، ولو هو شاف ان ده التهاب في الزايدة فعلا هيحولك لدكتور الجراحة. طيب يعني حضرتك كده بتقول بشكل واضح ما تهملش الوجع. ما تهملش الوجع علشان المشكلة ما تكبرش، وبدل طب ما هي عملية بسيطة اه، تبقى عملية معقدة. ودي نصيحة حضرتك بقى لو حد هو بيسكن الوجع بالمسكنات او مشكلة كبيرة وغلط كبير، واللي هيدفع ثمنه المريض، مم. اللي هيدفع ثمنه المريض في الآخر. هل ممكن مريض يتوفى، ربنا رب يعافي الناس جميعا، بسبب زي ده؟ هي ده احتمال بعيد، بس مم. ده يرجعنا للمضاعفات اللي حصلت. مريض كان عنده التهاب حاد في الزايدة وأهمله، حصل غرغرينة وصلت للقولون، حصل التهاب بريتوني بقى بسبب انفجار الزايدة، فالموضوع كبر، فالتدخل الجراحي كان متأخر. هل المريض بقى مناعته قليلة، سنه قد ايه؟ يعني الموقف العام بقى بنحكم عليه بكذا حاجة، المريض ومناعته وسنه والمشكلة اللي حصلت. ففي تمام. الأول وفي الآخر الدكتور بيعمل اللي عليه، والنتيجة بتاعت ربنا يعني. طب دكتور احمد، ايه اغرب واخطر حالة زي ده مرت عليك في حياتك المهنية؟ يعني هو أغرب حالة أفتكرها كان مريض عنده حاجة نادرة شوية، إن الزايدة عنده ربنا خلقها في الناحية الشمال، ياه. فدي حاجة نادرة جدا. مم. وهو راح كشف عند أكتر من دكتور، مم. وكله بمجرد ما بيشوف إن هو عنده الوجع على الناحية الشمال بيستبعد إن دي زايدة، فبيبدأ يديله علاج على إن ده التهاب في القولون. مم. ففضل ياخد التهابات للقولون ومسكنات لحد ما الموضوع كبر. ياخد علاجات للقولون. اه. علاجات لالتهاب التهابات قولون. القولون اه. لحد ما الموضوع كبر، والزايدة انفجرت، يا وجيب الله. التهاب بريتوني، وعملنا له استكشاف، وفي الاستكشاف اتضح ان الزايدة موجودة على الناحية الشمال، ودي حاجة نادرة جدا، سبحان الله. ما بنشوفهاش كتير يعني. مم. فده من المرضى اللي انا ما ننساهمش يعني. بس هو يعني خد خطواته صح. خد خطواته صح، بس هي علشان حاجة نادرة جدا هي لم يتم تشخيصها بسهولة. تمام. دكتور احمد بقى، لو حد بقى من الجمهور سمع الحلقه دي للاخر، وانت حبيت تديله بقى نصيحه خاصه جدا نختم بيها الحلقه. الموضوع بسيط، عندك وجع ما تحاولش تاخد مسكن او تحاول تعالج نفسك، تمام. روح للدكتور يطمنك ان هي مش زايده، تمام. ويكتب لك علاج، وتبقى انت اطمنت وتجنبت مضاعفات مش مطلوبه يعني. تمام. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور احمد على الحلقه الجميله دي. احنا شرف لينا يا شيخ ويعني مدحت. والله ربنا رب يبارك في حضرتك ويجعل يعني عملك في ميزان حسناتك. ربنا يكرمك، ربنا ودايما يخليك. حضرتك طبعا مشرفنا في اذا كان في ربنا العيادات يكرمك، او بقى ربنا في وعي يخليك. الجمهور. ربنا رب يبارك في حضرتك ربنا يكرمك. ويتقبل منك يا رب. وفي الختام بقى، احنا زي ما قلنا لكم وبنأكد كل مرة ان برنامج طريق العافية احنا بنستضيف فيه اطباء في جميع التخصصات، مش بس عشان نتكلم عن الامراض واعراض الامراض، وانما بنرسم لكم طريق العافية في خطوات. طريق العافية، صحتك رسالتنا وعافيتك مهمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.